هو في رجالة بتعمل كده بجد؟ يعني في رجالة بترتب كده يوم خروج مع مراتاتها وأولادها، يرتب كده اليوم ويعمل بروجرام كده طول اليوم يمشوا عليه. هيفطروا فين، هيمشوا يروحوا فين في الأول، بعد كده يطلعوا على فين، لحد يعني يرتب بروجرام اليوم كامل يعني كده، ويخرج وينقي المكان اللي هيخرجوا فيه ويحدد كده يعني في دماغه ايه الأكل اللي هيعزمهم عليه وكده. يعني في رجالة بتعمل كده. انا بس عايزه افهم، عشان لو في رجاله بتعمل كده يبقى العيب من عندي، يعني العيب عندنا بس. لكن مش عارفه، يعني انا كل ما اكلم حد يقول لي لا والله ما عندناش حد بيعمل كده. هل هم بيقولوا الحقيقه ولا هم بيغزوا العين؟ يعني هم خايفين من الحسد مثلا، بتقول لك ما بتقدرش تقول مثلا عشان هي خايفه على جوزها من الحسد، ولا هم فعلا كده؟ يعني مش عارفه. يعني انا واحده من الناس، انا ست بيتوتيه جدا، ما بخرجش من البيت كتير اصلا، يعني كل سنه مره بس. تمام. فاللي هو لما ابقى عايزه اخرج انا اللي بطلب اخرج، يعني انا عايزه اخرج بقى، يعني نفسي اخرج. فاول رد بيترد عليا اللي هو عايزه تروحي فين؟ ما انا لو محدده مكان انا يعني انا هقول، والله هقول عايزه اخرج اروح الحته يعني المكان الفلاني، مش هقول عايزه اخرج في المطلق. فاللي هو اول سؤال بتساله اللي هو عايزه تروحي فين. لو اخترت مكان ورحنا، طب اللي هو طب عايزه تاكلي ايه؟ طب عايزه تقضي يومك ازاي؟ فالمفروض انا اللي اعمل بلان لكل حاجه، يعني للخروجه كامله. ف أنا مش عارفة، بشوف ناس على الانستجرام وكده، الراجل هو اللي بيحدد ويفاجئ ويعمل ومش عارف ايه وكده. فاللي هو ده طبيعي ولا ده شغل السوشيال ميديا بس، ولا ايه يعني؟ ولا العطلة عندنا احنا ولا ايه؟ مش فاهمة. لو حد فيكم عنده اجابة يرد عليا، عشان خلاص انا تعبت. يعني انا لازم اقول انا هروح فين وهاكل ايه وهعمل ايه وهخرج يوم ايه وكده، وفي الاخر كمان لو الخروجه ما عجبتش الطرف التاني فبتلام، يعني اللي هو ايه انت اللي جبتينا بس، على اساس طبعا انا دايسه المكان، يعني مش اول مره اروح اجربه زيهم. ف ردوا عليا في الكومنتس.